دي الحاجات اللي بنشوفها في الانستجرام وتطلع لك في الانستجرام يقول لك الثلاث اماكن تروحهم في حياتك. اهي مش مصدق نفسي يعني. مدينه من 1500 سنه. طيب انا عايز اصور لكم حاجه بس مش عايز اضحي بنفسي، مش عايز اموت النهارده بكره. وبودفا ده بقى ايه الجزء السياحي. قال لي لا والله احنا في مضحكه printingthetickets@gmail.com very creative. لان من كتر ما اتهرست محدش هيفكر ان احنا هنعملها تاني. مش عايز نصوره، زعلان، ربنا يستر والله. بس يعني الناس هنا غريبه الشكل، بس يعني استمتاع قوي. الطبق ده كان معقول كده عدلت انا. السيف هنا نار نار يا حبيبي نار. دي هواي، بس الباص ده مش موجود على جوجل، فهو وقف وقال لك وصلنا يلا بينا. اوه فيو، انا مش عارف اقول ايه، انا لا تعليق. وايه قصه بقى هذا التمثال؟ هذا الباب هو بوابه زمنيه، صدقني انا مش بشتغل. انا ابيض ما دخلت علينا جوه، انا ربنا نجاني. انا الوحيد يا جماعه اللي جاي البلد دي في الوقت ده. اهلا بيكم من الساحل الجنوبي لمونتينيجرو. اللي ورانا ده البحر الادرياتيكي، والبحر الادرياتيكي هو جزء من البحر المتوسط عادي. فاحنا هنا قدام شمال ليبيا. دي اول حاجه نزورها في رحلتنا الى مدن الساحل المونتينيجريه. ارجع الفيديو بتاع بودجريتسا عشان تعرف كل المعلومات عن مونتينيجرو قلناها هناك. الفيديو ده هنتكلم عن مدن الساحل بودفا وكوتور، ودي اشهر مدن الناس بتيجي تزورها. جبل الاسود او مونتينيجرو اتسمت كده على اشهر جبل هنا اسمه جبل ليفيتشي. الغابات اللي فيه كثيفه جدا لدرجه ان لونه بيبان اسود، عشان كده اتسمت مونتينيجرو. مونت يعني جبل ونيجرو يعني اسود. والغابات هنا يا جماعه الطبيعه هنا غير طبيعيه. البلد دي المفروض ما تبقاش موجوده هنا، البلد دي المفروض تبقى موجوده في شرق اسيا الصراحه. يعني الغابات هنا يا جماعه كثيفه لدرجه غير طبيعيه، والجبال على البحر على طول، والطرق كلها فوق الجبل. يعني الباص جايبنا من الطريق اللي فوق الجبل ده، ففيوهات وهميه بجد. لو انت تحب الحاجات دي، الجبال، الشجر، البحر، الطبيعه، ده المكان المناسب ليك. لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس، وتابعنا، اعمل فولو على انستجرام وفيسبوك وتيك توك. صباح الخير. اليوم الثاني في مونتينيجرو بعد ما شفنا العاصمه بودجريتسا امبارح. فانا لسه في بودجريتسا، صحيت اهو. هناخد الباص من محطه الاتوبيسات السوفيتيه العتيقه دي عشان نروح بودفا. وبودفا ده بقى ايه الجزء السياحي بقى، بودفا وكوتور الجزء السياحي. فالباص بياخد له ساعه ونص تقريبا او ساعه وثلث حاجه كده، وثمن الباص 8 يورو. بعد ما جيت عند الراجل ده عشان اتشيك على التيكت بتاعتي وانا ادخل وكده، قال لي لا مفيش، قال لي روح معاها. فجيت هنا عند هذا التيكتنج اوفيس، قال لك لازم تبعت لي التيكت البي دي اف. تخش على فليكس باص، لو انت حاجز على فليكس باص زيي، تخش التيكت البي دي اف نفسها داونلود بي دي اف، وبعدين تبعتها لهم على الايميل. اسمه ايه بقى الايميل؟ بص الضحك والله احنا في مضحكه، اسمه printingthetickets@gmail.com very creative. اسمه ست الطيبه دي بقى ايه هتطبع لنا التيكت printingthetickets@gmail.com. how did you find it empty the domain name the printingtheticket@gmail.com؟ مش عارف يعني ازاي لقيتوا الايميل فاضي printing the ticket. يعني المفروض يبقى فيها كيو ار كود، يبقى فيه كل الحاجات، تطبع ايه وتنيل ايه. واضح ان احنا كسل هنا اوفر. بتوع اصحاب التاكسي، الناس اللي شغالين على التاكسيات واقفين بره، بص كده يقول لك تاكسي، تقول له لا، يكمل كلام مع صاحبه. قاعدين طول اليوم ما بيعملوش اي حاجه. طيب انا حاجز التيكت ب 8 يورو تمام، قال لك يدفع 2 يورو كمان. ليه؟ ستيشن فيه. انت جاي المحطه كده عادي، مش عايز نصوره، زعلان. الراجل زعلان، قال لك ما تصورنيش لو سمحت. ضحك. انت قطعت التيكت خلاص، مش عشان تعدي بيها على كيو ار كود ولا عشان حاجه وبتاع، عشان يشوفها فيدخلك يقول لك اركب الباص ده. والله العظيم. طب ايه الضحك بقى؟ يعني احنا عملنا ايه؟ يعني اشرح لي احنا عملنا ايه. ده الباص اللي هنروح بيه الى بودفا، ربنا يستر والله. بس يعني الناس هنا غريبه الشكل. طبعنا التيكت عشان نروح الى بودفا. دفعنا 1 يورو للسواق عشان
باج هاندلنج اسمها كده، بس دي كانت مكتوبه على فليكس بس ان انت كل شنطه بتدفع عليها 1 يورو باج هاندلنج. بس يعني استمتاع قوي. واضح ان انتوا كسالى مستمتعين فعلا، واكسل شعب في العالم. يعني انا ما شفتش كده. ده زي الايه، الخمسيه اللي بتديها اللي هو بتاع السوبر جيت، بس مش اجباري. هنا بقى اجباري. لا معلش، هنا بقى ايه، هحطها لك في الترمز عشان الراجل اصلا كسلان ومش عايز يبذل اي مجهود. وصلنا الى غدفه، وهنا يحضرني سؤال مهم جدا. التيكتنج اوفيس في غدفه او في كتر او في اي مكان تاني، ايه الايميل اللي بتبعته له عشان تطبع التيكت؟ لما التاني printingtickets@gmail.com. ها، انتوا الايميل بتاعكم ايه بقى؟ ولا كلكم عندكم اكسس على نفس الايميل؟ ده سؤال مهم جدا. تفتكروا تبقى الاجابه بتاعته ايه؟ وصلت الهوستل في بودفا بعد مشقه. الهوستل حلو جدا ونضيف من جوه، وفي قاعده من بره، وروف جميل جدا، وكل حاجه، كل المميزات اللي قد تكون في الهوستل العصري الجميل. اسمه هاي هوستل، والليله ب 12 يورو، وطبعا ده سعره يعني رهيب لبودفا ونضيف جدا وكل حاجه. طبعا دي اسعار الاوت اوف سيزون. الصيف هنا نار نار يا حبيبي نار. بص بقى الفيو من هنا، بص لسه في روف كمان، الفيو من الروف اعلى. فاللي هناك دي القلعه اسمها مورجان فورت، واللي فوق قرعتي على طول ده مورجان بيتش. خلاص ده اشهر شاطئ هنا. ودي الاولد تاون اهي، مش باينه من هنا، ورا المبنى الحلو ده. هنطلع في الروف نبقى نصورها. والجزيره دي، شايفين الجزيره الكبيره دي؟ اكيد شايفينها، دي هاواي. هاواي في مونتينيجرو عادي. دي اشهر جزيره في مونتينيجرو اسمها سان نيكولاس، وبيسموها هاواي بتاعت مونتينيجرو. فاحنا شفنا شلالات نياجرا، نشوف بقى ايه هاواي. وقدام شويه في سفيت ستيفان، ودي اللي هروحها دلوقتي. ايه مشكله بقى الهوستل؟ مشكله الهوستل ان هو زي ما انت شايف كده، احنا هنا خلاص، وانا عايز انزل تحت، وانا اصلا جاي من تحت، من عند الشاطئ تحت، يعني انا جاي من بودفا من تحت. فانت بتطلع مسافه بنت حرام، والستيب عالي، يعني فاهم، المطلعيه عاليه. فلو معاك شنطه، فانا طلعتها بالشنطه، فتعبت، كانت متعبه قوي الصراحه. انا ما كنتش اعرف. كان المفروض اخد تاكسي. التاكسي ب 4 يورو يطلع لك لحد هنا، وانت اصلا الليله ب 12 يورو، فانت موفر يعني. فان شاء الله ايه، ما اللي يجي بقى يبقى يركب تاكسي يا جماعه، يطلع الهوستل لو جيت الهوستل ده. وطول ما انت طالع فيه بقى ابارتمنتس وفنادق وكده في السكه. فاعتقد المكان حلو قوي الصراحه. الفيو ملوش حل يعني. وانا لسه صايم، انا طلعت كل ده وانا لسه صايم. خلاص الحمد لله، ربنا يكرمنا ان شاء الله بالثواب. ننزل بقى عشان نروح سفيت ستيفان، ونشوف ايه هي الجزيره اللي هي عباره عن فندق بس، والليله فيه ب$1000، والمطعم العشاء فيه ب$100. ليه بيعملوا ايه؟ بيقدموا ايه؟ في الهوستل طبعا، وحاجه من مميزات الهوستل طبعا ان عندهم على طول غساله ودراير. فالنهارده نص الرحله، النهارده 15. الرحله دي من يوم 9 ليوم 20. فانا في نص الرحله بالظبط، خلاص هدومي بقى بتبقى محتاجه تتغسل، لان انا بجيب هدوم تكفيني 5 ايام. فحطيت الهدوم في المغسله، وهنا مش لازم تستنى، هم هيغسلوها وينشفوها، وتيجي تلاقيها جاهزه بعد ما انت تخلص رحلتك الصباحيه. ب5 يورو الغسيل والتنشيف. طيب خدت الباص اللي بيروح سفيت ستيفان، التذكرة ب2.5 يورو. والباص هنا من السيتي سنتر بتاع بودفا جنب الاولد تاون. بس الباص ده مش موجود على جوجل، يعني انت مش هتلاقي الباص ده على جوجل. ده لما تسأل هيقولوا لك تعالى خد الباص من هنا ب2.5 يورو، نروح سفيت ستيفان دي نتفرج عليها. والاتوبيس طبعا زي ما انتم شايفين فاضي، مفيش احد غيري انا وواحده ثانيه، لان احنا اوت اوف سيزون. وده يعلمك تزور البلاد في اوت اوف سيزون بصراحه. اصل انا مش جاي انزل البحر، هو هنا السيزون الصيف عشان تنزل البحر. انا لو هنزل البحر هو الساحل. وصلنا الباص، نزلنا في مكان غريب كده فوق جبل او فوق تله، مش ومحتاج تنزل بقى. فهو وقف وقال لك وصلنا. ماشي يا باشا هننزل، ماشي يا باشا هننزل، ماشي يا باشا هننزل، ماشي يا باشا.
دي الحاجات اللي بنشوفها في الانستجرام وتطلع لك في الانستجرام يقول لك الثلاث اماكن تروحهم في حياتك، اهي الاماكن اللي تروحها في حياتك اهي. وهذا المكان الساحر هو سفيتي ستيفان ايلاند على بعد 10 كيلو من بودفا. والمكان يا جماعه الفيو انا مش عارف اقول ايه، انا لا تعليق. الجزيره اللي ورايا دي فيها واحد من اغلى فنادق في العالم، فندق امان. الجزيره دي عشان تخشها محتاج تحجز ليله ب1000 يورو او تحجز مطعم ب100 يورو. الجزيره دي بدات كقريه صيادين وهي قريبه جدا من الشاطئ، كان فيها 12 عيله بس اللي ساكنين، بعدين كبروا شويه بقوا 400 فرد، وبعد الحرب العالميه الثانيه فضلوا يقلوا. سنه 54 كان عايش على الجزيره دي 20 فرد، بعدين جت الحكومه اليوغوسلافيه قالت لك ايه الفلوس دي، انتوا قاعدين في المكان ده، طلع الناس دي من الجزيره وابني مكانها منتجع. وعملوها منتجع 5 نجوم، بس اللي يحجز في المنتجع امان ب1000 دولار الليله وب100 يورو العشاء يدخل هذه الجزيره. والجزيره دي كانت جزء من امبراطوريه البندقيه، واتبنى حواليها هذا السور عشان كانوا خايفين من الاتراك يحتلوهم. وده الجسر اللي بيربط الجزيره. كانت هذه سفيتي ستيفان. هنرجع بقى بودفا ونشوف الاولد تاون. طبعا ما ينفعش تخش جوه لان المكان دلوقتي مقفول بيتعمل له رينوفيشن، ومن كتر ما المكان تفخم والناس اللي بيجوا اغنياء، المطعم الوحيد اللي هنا مطعم نوبو. واللي عارفين مطعم نوبو ده طبعا ده مطعم غير عادي. هقعد هنا اروق شويه اتفرج على المنظر، وبعدين نرجع بودفا نصور الاولد سيتي، وبكره ان شاء الله هنروح كوتور ونصور في كوتور. طيب انا عايز اصور لكم حاجه بس مش عايز اضحي بنفسي، فانا هصورها من بعيد كده من غير ما اضحي بنفسي. ماشي يا جماعه؟ عشان البحر الادرياتيكي زعلان جامد، يعني البحر الادرياتيكي هائج علينا. شايف العيال دي؟ العيال دي غرقت من شويه. اللي هناك التمثال الجميل اللي هناك ده، هنجري كده بسرعه نبص عليه. ايوه شايفين؟ ايوه التمثال ده. التمثال ده بقى ده تمثال الباليرينا اوف بودفا او الراقصه بودفا. وايه قصه بقى هذا التمثال؟ هي قصه قديمه بين الراقصه والطبال، الراقصه والصياد، انا اسف. كان في راقصه بتحب صياد فقير غلبان معهوش فلوس، فذهب هذا الصياد قال لها انا هطلع البحر اجيب سمك. طلع ما رجعش، فكانت بتيجي كل يوم تقعد هنا. طبعا شايفين البحر هائج ازاي؟ اكيد الراجل طلع ما رجعش، ما هي الدنيا منيله ب60 نيله. فهي كانت بتيجي كل يوم تقف في هذا المكان وتعيط لحد ما ماتت كمدا على الصياد اللي اتوفى. وهذا التمثال عمله فنان مونتينيجري في سنة 1965، مش فاكر اسمه. دي الاولد تاون ورايا اهي، شايفين شكلها عامل ازاي؟ ودي الاسوار بتاعتها. وبودفا هي مدينة من 1500 سنة، ويقال أن أحد أبناء الآلهة الإغريق، استغفر الله العظيم يا رب، اللي كان قبل هرقليز اسمه كوميديو، وهو أمير فينيقيا اللي هي لبنان يعني، ده مؤسس مدينة تيبس في اليونان، هو كومودو ده. وبعدين كان ابن الحاكم وبعدين اتنفى، فجه هنا هو ومراته الإلهة الإغريقية هرمونيا، إلهة التناغم والتجانس، استغفر الله العظيم يا رب، عملوا هذه المدينة مدينة بودفا. فهذه هي أسطورة بودفا، إزاي بودفا اتعملت. والمدينة محصنة زي ما احنا شايفين، وكانت جزء برضو من إمبراطورية البندقية. والمدينة دي حكمها العثمانيين سنة واحدة بس، وبعدين سابوها تاني لإمبراطورية البندقية، برغم إن مونتينيجرو نفسها والجبل الأسود كانت محكومة من العثمانيين فترة طويلة، ولكن هذه المدينة كانت محكومة من العثمانيين سنة واحدة بس، وفي أغلب الوقت ما كانتش خاضعة للإمبراطورية العثمانية. هذه البوابة اللي ورايا، شايفين الباب الصغير ده؟ هذا الباب هو بوابة زمنية. صدقني أنا مش بشتغل، مش مصدقني؟ تعال أوريك. بص المنظر. بيقولوا إن دي شبه دوبروفينيك قوي، هي وكوتور وكده، شبه كرواتيا. واللي ما يعرفش دوبروفينيك هي اللي اتصور فيها جيم اوف ثرونز. انا حاسس ان انا ماشي في فيلم وربنا. هي شبه فينيس جدا طبعا. ليه؟ لان احنا قلنا دي كانت بارت اوف فينيس، يعني كانت جزء من جمهوريه البندقيه.
مش هينفع اخش من الشمسيه. يا نهار ابيض، ما دخلت علينا جوه. مع السلامه، مع السلامه. انا ربنا نجاني، انا كنت داخل الباب ده. بص هذا الشارع، بص يا جماعه الشوارع في بودفا ضيقه قد ايه في الاولد سيتي. انا هعمل ايدي كده من البيت للبيت بس خلاص. احنا هنا في السنتر بتاع الاولد تاون بتاع بودفا، اللي هو انا دي بودفا كاسل. الدخول بتاعها ب3.5 يورو، وبتديك فيو رهيب على الادرياتيك سي او البحر الادرياتيكي، فجميله جدا. واللي ورانا دي المين كاثيدرال او اسمها ستيفنز كاثيدرال. هنخش القلعه، غلوها بقت ب5.5 يورو. خدنا اهي التذاكر بودفا كاسل. التذاكر شكلها فخم والله، مصروف عليها. انا الوحيد يا جماعه اللي جاي البلد دي في الوقت ده، مفيش انسان في القلعه غير انا والوليه اللي ادتني التذكره. بس الفيو انا ما شفتش كده قبل كده. يعني الفيو يا جماعه رائع بجد. عايز اقول لكم حاجه على الجزيره اللي ورايا دي. دي اكبر جزيره في مونتينيجرو، اسمها سانت نيكولاس ايلاند، او في عرف اخر بيسموها هاواي اوف مونتينيجرو. عشان بتبقى تجتذب كل السياح وبتبقى زي هاواي في الصيف. فزورنا في بودجريتسا شلالات نياجرا اوف مونتينيجرو، وهنا عندهم هاواي في مونتينيجرو. واضح الناس هنا بتحب قوي تقلد امريكا، يعني موت بقى، احنا هنقلد امريكا موت. وهنا تنتهي رحلتنا في مدينة بودفا. نشوفكم على سفر بإذن الله. بكرة الصبح نصحى نروح كوتور.